أنا جاية النهاردة أرتب معاكي أفكاري. طبعا أنا عارفة إن كلمة تنظيف وكلمة روتين عملت فوبيا لكل الستات، لأن بجد إحنا تعبنا جدا في رمضان، اتبهدلنا حرفيا بجد، من سحور لفطار لتنظيف عميق. لكن العيد ده بإذن الله مش هيكون فيه التعب ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. أنا أم ملك ودي قناتي. يا ريت لأول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك وما تنسيش الاشتراك في القناة، وعايزة تعليق حلو منك بيفرحني وبيساعدني وبيخليني ان انا استمر واكمل في القناة. طبعا انا عارفة ان احنا كلنا تعبانين قد ايه من في رمضان، لكن بإذن الله احنا العيد ده مش هنتعب كده. اكيد طبعا كلنا كستات بيوتنا ما اتبهدلتش قوي زي ما كانت متبهدلة في الفترة اللي قبل رمضان، لان طبعا لسه عاملين شغل عميق يعني ما لحقتش الدنيا تتبهدل قوي ولا حاجة. طب ايه اللي انا اعمله الفتره دي؟ لان طبعا العيد قرب، كل سنه وانتم طيبين. ايه اللي المفروض اعمله؟ ان انا ابدا الاول حاجه. انا عن نفسي كم ملك بحب ابدا اول حاجه بالدولاب. طبعا احنا كلنا معظمنا يعني ما طلعناش الصيفي بدري قوي ولا حاجه، يمكن لسه مطلعينه قريب، لان الجو كان بيتغير كل حين وكل شويه يعني. تمام. فطبعا اول حاجه ان انا اعملها ان انا اشوف دولابي. انا عن نفسي واحده من الناس لما باجي افتح الدولاب والاقيه متبهدل قدامي او متنحكش كده، انا عايزه اقول لك انه بيتبهدل اكتر لما باجي اطلع حاجه وما بلاقيهاش قدامي، بيضطر ان ده بيقع على ده بجد، يعني بيبقى ما بعرفش اطلع حاجه. فاول حاجه ان انت تعمليها ايه في دولابك؟ انك انت تطلعي الحاجه اللي انت مش محتاجاها، حاجه صغرت عليكي، حاجه ما بقيتيش تلبسيها، وتخلصي منها خالص، يخلي دولابك رايق، ويخليكي لما تيجي تطلعي الحاجه تبقي يعني بيبقى الدولاب رايق وما فيهوش الحاجه اللي انت بتلبسيها وبس. ده بالنسبه للدولاب. ضرفه الفرش، اعدل الفوط بتاعتي مكانها، مع يعني متنحكشه مش مظبوطه اظبطها. الملايات بتاعتي ملايه طالعه ملايه خارجه بتاع، احاول برضو ان انا اظبط ملاياتي بطريقتي، زي ما كل واحده اكيد ليها طريقتها في تنظيم دولابها. تمام. ده بالنسبه للدواليب. انا طبعا بعد كده المفروض بعمل ايه؟ طبعا يعني ممكن يكون مننا ما شلناش البطاطين، ما شلناش المفروشات، ما شلناش الحفه، الكلام ده كله، كل ده اتخلص منه، لان ده بيبقى هم على السراير او في الاوضه لو انت حطاهم في اي مكان وما شلتهمش. انا واحده من الستات ما بحبش ان انا اشيل البطاطين والحاجات دي مغسوله، لاني برجع اغسلها تاني. وده اللي حصل لي في كل المرات اللي كنت بشيل فيها البطاطين نضيفه، برجع اغسلها تاني وكاني ما غسلتش قبل كده، لاني كنت بحس ان ريحتها متغيره، ما كنتش بعرف اتغطى بيها الا لما اغسلها. فطبعا بعمل ايه؟ ان انا بشيلها في اماكنها، سواء بتحطيها في شنط او بتخزنيها في الدولاب او فوق الدولاب او الكلام ده كله، شيليها. وقبل ما الشتاء يجي عليك بشويه بتطلعيهم بقى وبتغسليهم، وبتبقى الريحه فيهم لسه جميله كده ما راحتش. تمام. ده بالنسبه للبطاطين او المفروشات او الكلام ده كله، بيشيل هم كبير قوي من الاوضه ومن على السراير وكل ده. بعد كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ اتجه بقى اللي عندي مثلا فرش الانتريه. لو فرش الانتريه اللي محطوط دلوقتي عندك وعندك فرش بديل، واللي محطوط دوت هو دوت بتاع العيد، يعني انا مثلا واحده من الناس الفرش بتاع الانتريه بتاعي اللي محطوط على الانتريه، الفرش ده من العيد الصغير وانا مشلتهوش. دلوقتي هبدا ان انا خلاص اشيله واغسله واحط الفرش البديل بتاعه. ده بالنسبه للمفروشات. عندك سجاد بتفرشيه للعيد ولسه مفروش لحد دلوقتي، او حافظات اغسليهم وطبقيهم وشيليهم. هيبقوا كده كل حاجه عندك بالنسبه للمفروشات والسجاد والحافظات، كل ده اتغسل خلاص، ويبقى كل ده نضيف. اعمل ايه بعد كده؟ ادخل بقى على الاجهزه الكهربائيه، ودي يوم تاني، يوم تاني لوحده. هي طبعا مش تاخد منك طبعا ساعتين او حاجه زي كده، بجانب طبعا شغل اليومي بتاعك العادي، سواء اكل او ترويق او نشر غسيل او تحطي غساله، تغسلي مواعين، تعملي كل دوت. طبعا ده هتاخديه بجانب الحاجات دي. وبرده يعني اي حاجه انت بتعمليها لازم بجانب كل شغلك اليومي العادي، لان انا مش عشان بنفض او علشان، لكن اللحمه الجملي الصباع بيبقى ماسك نفسه كده ومش مجرد ما تحطيه في الصلصه على طول يتهري منك قوام، لا، بياخد سوا في الصلصه وبيبقى حلو قوي. بعمل ايه؟ بحط نص كيلو لحمه على نص كيلو رز. في الحقيقه انا الاول قبل ما اللحمه تغلى كده انا كنت بجيب نص كيلو لحمه على ربع كيلو رز، وبعملهم عند الراجل بصلايه ونص معلقه توم وفلفل اسود وملح وشويه كمون وشويه بهارات، وبس على كده، وبوديهم عند الراجل بيفرمهم لي وكده. لكن طبعا بما ان اللحمه غليت، انا طبعا بقيت اعمل نص كيلو رز عليه نص كيلو لحمه،
جملي. بس بحط ايه زي ما قلت لكم في الفرن، وبحط طبعا حزمه الكزبره وحزمه الشبت. بروح البيت بصبعهم زي ما انتم شايفين وبقليها في الزيت، وبحط في الصلصه. انا ما بعملهاش لا ببصله ولا حاجه الصلصه، لاني بقول عشان تبقى خفيفه وما تبقاش حاميه. بعمل ايه؟ انا يا دوب طماطم زي الكميه بقى اللي انت بتعمليها، وبحطها على النار. بحط معلقه السمنه، فصين توم او نص معلقه توم، وبحط شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه الملح، وبس على كده، وكوبايه ميه يغلوا غلوه، واحط الكفته ومعاهم بطاطسايه كده عشان تزود معايا الكفته وبتبقى جميله قوي. ولان طبعا اللحمه غاليه زي ما انتم عارفين، فطبعا بحط البطاطسايه دي انها بتساعد وبتزود معايا الاكل. وعملت الرز وعملت السلطه، وده كان غدانا النهارده. وهنا زي ما قلت لكم ان انا هنا بغير بقى فرش الانتريه، وبحط الفرش اللي هو القديم اللي عندي، وشلت بقى الفرش المفروض ان انا افرشه في العيد، اغسله واطبقه عشان لما اجي افرشه احس بتغيير، وفي نفس الوقت يبقى نضيف. لان انا بصراحه الفرش ده مفروش من العيد الصغير، انا ما كنتش شيلته. بس طبعا كده خلاص كفايه عليه، ولان العيد قرب فخلاص مش هينفع ان انا اسيبه تاني. حافظاتي وسجادي وكله اللي انا بتاع العيد انا غسلاه. بالنسبه للارض هنا، انا الحافظات دي اللي هي اللي انا بستعملها في الايام العاديه، اما الباقي متشال. طب انا شلت بقى الانتريه وكده، الدنيا اكيد اتطربت واتبهدلت من مطرح ما شلت الفرش بتاع الانتريه. تراب وقع في الارض حاجه، لا كنست كده ولمعت تلميعه خفيفه، حتى يعني ما رضيتش اشد الكنب ولا حاجه، وقلت يعني مش مستاهله، الدنيا نظيفه برضه الى حد ما، فقلت المع بس الارض كده الوش اللي باين وخلاص، وافرش حافظاتي والمع ترابيزاتي وبس على كده. وزي ما قلت لكم، حاجه حاجه هنعملها، وكل حاجه هتخلص باذن الله. بس انتي قومي وابدأي، لو لسه ما عملتيش اي حاجه قومي وابدأي وما تكسليش. واحنا دلوقتي عيالنا كبروا، والمفروض نخليهم يقوموا ويشتغلوا معانا. احنا دلوقتي يعني مثلا اللي عندها بنت او ولد، ما شاء الله عليهم كبروا دلوقتي شويه ويقدروا يساعدوا، خليهم يقوموا ويساعدوا. احنا ايام الدراسه ما بنطلبش منهم اي حاجه، ولا بنقول لهم اعملوا معانا حاجه. فهم دلوقتي خلصوا، لازم ان هم برضو يشيلوا المسؤوليه معانا، ويحاولوا ان هم برضو يساعدونا شويه، علشان ما تبقاش الدنيا مضغوطه كلها عليكي لوحدك، وكل حاجه تخلص باذن الله، وكل حاجه سهله. بس انت رتبي يومك ورتبي افكارك، كل حاجه هتخلص. ولو عايزه ورقه وقلم وتكتبي انا النهارده هعمل كذا وبكره كذا وبعده كذا، حلوه قوي. هتبصي في الورقه الحاجه اللي انت هتخلصيها هتعلمي عليها ان انت خلاص خلصتيها. سواء اذا كنت بتعملي في المطبخ او بتعملي في الاجهزه الكهربائيه زي ما قلت لك، او في تنظيف الدولاب او ترويق الدولاب او الكلام ده كله، اكتبي كل ده في ورقه. انا النهارده هعمل الاكل، هحط غساله، مثلا هشيل فرش الانتريه واغسله، انا هعمل مثلا الاجهزه الكهربائيه، انا كل ده اكتبيه وعلمي، واللي تخلصيه علمي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، وما تنسوش بقى يا جماعة اللايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ويا رب اكون عند حسن ظنكم واكون عجبتكم. واديني اهو بخلي ملكة اهي تعمل معايا زي ما بقول لكم، لان انا ايام الدراسة ما كنتش بخليها تعمل اي حاجة خالص. باي باي يا حبايبي، ويا رب يكون استفدتم من الفيديو بتاعي.